يوث هو اول ابلكيشن مخصص للطلاب، خدمي، بيأثر لهم خصومات في كل حاجه هم محتاجينها. الماركت سايز بتاعنا في 70 جامعه في مصر، في 3.5 مليون طالب جامعي. البرودكت ديمو بتاعنا هو ان الستودنت بيخش على الاب، بيختار الكاتيجوري اللي هو محتاجها، بيختار البراند اللي هو عايز ياخد فيها خصم، وبعدين بيختار الفرع اللي هو فيه والقيمه اللي هو هيدفعها. في نفس الوقت بيجي بزنس انترفيس، بيجي فيه الريكوست انستنت، الراجل اللي عند الكاشير بيعمل اكسبت، وبيجي للطالب الخصم انستنتلي. الكومبيتيشن بتاعنا، الكومبيتيتيف ايدج، هو ان احنا عندنا كل الفيتشرز اللي في الديسكاونت ابس الثانيه، بس احنا عاملينها tailored for students and for Gen Z. كل البيزنسز اللي موجوده مخصصه للطلاب عن طريق الريسيرش اللي احنا عملناه معاهم والحاجات اللي هم محتاجينها، وكمان ان احنا مش بندي غير لو حد verified student فعلا ويقدر ان هو ياخد كل الخصومات المخصصه ليه كلها فور فري. بمجرد ان هو بينزل الايميل بتاعه بتاع الجامعه والاي دي بيقدر ياخد ديسكاونتس في كل حاجه، الجيم، الاكل، اللبس، كل حاجه هو محتاجها بنقدم له خصومات فيها. الجو تو ماركت استراتيجي بتاعتنا كانت ثرو انستغرام وتيك توك. الفندرز بيقدموا لنا سبورت جامد جدا، ان احنا كيو ار كودز بتاعتنا موجوده عند الكاشيرز بتاعتهم، وبننزل في الايفنتس بارتنرز اند بنعمل يونيفرسيتي اكتيفيشنز اون جراوند. الريفينيو ستريم بتاعنا مش بيجي من الطلاب زي ما قلنا، بيجي من البيزنسز اللي احنا بنتعاقد معاها، سواء كوميشن بير ترانزاكشن، او لو في بيزنس محتاج يعمل سبسكريبشن بير مانث، او لو في بيزنس محتاج يعمل اعلانات على الاب ثرو النوتيفيكيشنز او الفيتشرد ادز. البرودكت رود ماب في اكتوبر 2023 بدانا الايديشن والبراندنج استراتيجي. في مارس 2024 نزلنا عملنا ماركت ريسيرش واتكلمنا مع كل الطلاب وقعدنا نسالهم محتاجين ايه وايه الحاجات اللي هم بيكسبكت والكاتيجوريز اللي هم محتاجينها. في اغسطس 2024 عملنا السوفت لونش بتاعنا، ودلوقتي احنا عندنا 8000 داونلود و6000 اكتيف يوزر. ان شاء الله في اغسطس 2025 projecting ان يكون عندنا 2 مليون داونلود. الفاينانشال اسك بتاعنا 3 مليون، 30% اوبريشنز، 30% ماركتنج، 30% تك، و10% مانجمنت اند اوبريشن. هستأذن بس ان يوسف الهيد اوف تك يكون موجود معانا for any Q&A. أنا بايست، أنا يعني اتخرجت من الجامعة الأمريكية أنا ومحمد شلباية، فعندنا كده بايست. المفروض إن كل حد يبقى ليه زي سوشيال إمباكت. فين بقى السستينابيلتي أو السوشيال إمباكت بتاعته؟ السوشيال إمباكت بتاعنا إن إحنا بندعم الطلاب مصر، إحنا كل ده توتالي فور فري. الأب برضه بيدي ديسكاونتس في كل حاجة الستودنت محتاجها، فإحنا بنقدم لهم دعم مادي من غير أي مقابل. 8000 داونلود في 3 شهور ده رقم حلو جدا، سبيشالي احنا نقدر نقول ان هو يعني انت في مرحله الام في بي بتاعتك. حققتوا منهم قد ايه ريفينيوز؟ في دلوقتي 1400 ترانزاكشن حصلوا بقيمه 130,000 جنيه. وال3 مليون بقى محتاجاهم فعلا؟ ايوه طبعا. 3 مليون هتعملي بيهم ايه؟ اوكي، اول حاجه الماركتنج. الفكره از فيري فاليديتد وسهل جدا ان احنا يعني مش محتاجين نقنع حد ان هو يكون موجود معانا. بالظبط، فانت مش محتاجه تصرفي كتير على الماركتنج. بالعكس، انا محتاجه اوصل لكل طالب موجود في مصر، انا مش هقدر اوصل ليهم من غير ما اعمل ماركتنج. كلكم على السوشيال ميديا في لحظه هتوصلي للرقم اللي انت قلتيه. كنا وصلنا. لا، ما هو السوشيال ميديا الكونتنت موجود، بس الاعلانات اللي هتتعمل، الانفلونسر كامبينز اللي محتاجينها. احنا عملنا انفلونسر كامبين واحده ووصلتنا، جابت لنا اول 2000 يوزر. صرفت كام بقى؟ لا، دي كانت واحده صاحبتي. هو ده اللي انا عايز اقوله، اصحابك من جين زي كلهم هيعملوا لكم ماركتنج، مش محتاجه تصرفي المصاريف دي. فانا داخل معاهم ب 500,000، انا معاك. ايوه بقى، اديله له بقى، تقولوا له دلوقتي ها هاني. لا بدون يعني اسئله تدفع لا على طول. ايه فاينانشال لا، بس احنا في حاجات كتير قوي نقدر نوفرها لهم باكتر من الرقم اللي هم قالوه. احنا نقدر نساعد في الاكسسبيليتي للجامعات. شلبايه، في تعاون ممكن نساعدكم فيه، ان احنا الميديا جروب بتاعنا يقعد معاكم يوضح لكم ازاي الماركتينج يتعمل، ومش مش هتحتاجوا ال3 مليون. هاي فريده. أنا برضو مش مقتنعة بال3 مليون، بس هدخل معاكوا أولاً ب250,000، وكمان كالجامعة البريطانية ممكن إن أقدم لكم 12,000 طالب توصلوا لهم، نشوف إزاي ممكن يشتركوا معاكوا في الأمر. هاي